هينات ويدي يسوس خريستوس سيلا استرافها كبرا وهاتا يا هاسو مهو نوريه بوتا هي هنجين زاب زهمات انت زهمات كبرا انت عز كبرا وده هاستر كبرا يسوس خريستوس أبيتو أمسكن أبيتو كتي أمسكنو إلهي أبيتو أمسكن أبيتو أمسكن أبيتو أمسكن فين انت؟ ايه ده؟ مش يخاف انا راهب رايح دير براموس. دير براموس جوه خالص هناك في وادي النطرون. انا جاي من اثيوبيا للسودان ومن السودان لمصر، دي حدود مصر والسودان. طب يلا. دير براموس. سامحني يا سيدنا. سلام يا ابونا. في راجل عايز يقابل قداستك. هو شكله كده من السودان ولا ايه؟ اقول له يجي؟ خليك يا ابو.
باسم آب وولد ومنفس قدوس أهاد وأملاك آمين. أبونا ذا السمايات يتقدس اسمك، تمساء من جستك، ويكون فك أدك بكم بالسماي كما هو بمتري سيسيني زلال آلتنا هافنا يوم. خير يا ابويا؟ أنا عايز أبقى مونوكوس في دبرة براموس. انت من الحبشه يا ابويا؟ أثيوبيا، نيبال أثيوبيا. طيب انت راهب؟ ما ولما انت مش راهب يا ابويا امال عايز تروح الدير ليه؟ اللي بيروح الدير هم الرهبان وبس. أبقى راهب إزاي من غير دير؟ مش لازم أروح الدير عشان أبقى راهب. كلامك معقول يا ابويا، كلامك معقول. كتر خيرك سيدنا. بص يا ابني، في بره واحد اسمه رفائيل من الحبشه زيك برضه، طالب الرهبنه في دير البراموس. انت تروح وتاخد بعضك انت وهو وتخلي ابونا يوصف لكم تروحوا دير البراموس ازاي، وربنا يباركك يا حبيبي. سلام يا سيدي. سلام يا ابويا. شوف يا ابويا، صعب تروحوا على الدير على طول. انا يفضل انكم تطلعوا من هنا على كفر داوود البحيري. على فين؟ كفر داوود، ومنه على الخطاطبه، ومن الخطاطبه على الدير. كده الطريق يبقى اسهل، وان شاء الله توصلوا بالسلامه باذن يسوع. إن شاء الله. هتروحوا على فين؟ كفر داوود ايوه. البحيرة، بعدين الخطاطبة، ايوه، وبعدين دير البراموس. دبره براموس. ربنا معاك. انت منين يا حبيبي؟ أنا من الحبشة يا أبانا، أثيوبيا. وانت منين؟ من اثيوبيا ابان. وانتم جايين زيارة، جايين تزوروا الدير. أنا عاوز أبقى راهب في دير براموس. بس انتم اغراب. مين بعتكم على الدير؟ ابا يؤنس. في جواب معاكم؟ لا. ما معكوش جواب تزكية من سيدنا، ازاي اقبلكم في الدير؟ يعني إيه؟ انتم تزوروا الدير وتاخدوا مباركته وترجعوا تاني. مش زي يعني؟ إزاي أرجع تاني حبشة ماشي؟ أنا جاي من حبشة ماشي عشان أدخل دير براموس. لا ديرة كتير يا حبيبي. دير براموس، دير عذراء أم النور. أم النور. أنا جاي مخصوص عشان أدخل دير براموس، دير عذراء. اسمك ايه؟ جبر صادق يا أبان. وانت اسمك ايه؟ رفائيل يا ابا. جبرة يعني عبد، وصادق يعني المسيح. خد عبد المسيح واخوه رفايل وشوف لهم حته يناموا فيها وربنا يعمل الصالح. حاضر. اتفضل. تعالى يا ابونا رفايل. لا، أنا مش أقعد في قلاية، أنا أقعد هنا تحت الكنيسة. تقعد هنا فين؟ يا ابونا عبد المسيح. أنا أستريح هنا. شكرا. استريح هنا فين؟ كده أنا أستريح كده جنب الكنيسة. شكرا. سكنتهم يا ابونا شنودة؟ ايوه يا ابويا. بس الشخص اللي اسمه جبر ما رضيش ينام جوه القلايه. امال عايز ينام فين؟ معرفش، هو عايز ينام تحت السلم جنب مناره الكنيسه. ازاي انت تحت السلم؟ مش عارف، هو قال كده انا هستريح. شكرا يا ابني، شكرا. انا قلت ابونا عبد المسيح، يبقى ابونا عبد المسيح.
اشتغل جبرة، اشتغل. راهب يشتغل كتير يحاربوا شيطان واحد. راهب ما يشتغلش يحاربوا شياطين كتير. اشتغل جبرة، اشتغل جبرة، اشتغل. حفظت اللي قلناه امبارح؟ حفظت كله أبا يوسف. احفظ مزمور يحفظك. حافظ مزامير كله 150 مزمور، أنا أحفظهم كله. الرب يحفظك ويباركك. طب سمعني كده. المزمور الأول: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، ولكن في ناموس الرب مسرته. مزمور الراعي مزمور 23: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراعي خضر يربدني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي يهديني، إلى سبل البر من أجل اسمه القدوس. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي. أشكرك يا إلهي الذي في السماوات، لأنك قبلت جبرة في بيتك، بيت عذراء أم النور. أشكرك يا إلهي لأنك عرفت جبرة طريق بيتك، دير براموس. يا رب يا يسوع، أنت قلت تعالوا إلي متعبين، وأنا جيت ليك، جيت ماشي من حبشة لدير براموس عشان أعرف طريقك يا رب. وقلت كمان يا يسوع أنا هو طريق، وأنا عاوز أعرف الطريق، عاوز أعرف طريقك فين يا يسوع. يا ربي أنت علمت جبرة يصلي ويقول: ويكون فكا أدك بكم بسماي كما هو بامدك. يعني مش في ملكوت بس في السماوات، كذلك على أرض. يا رب عاوز أعرف طريق ملكوتك من هنا، من على أرض. مين يعرفني ده يا رب يا يسوع؟ يسوع خريستوس. يا رب جبرة من غيرك يا يسوع مش يساوي حاجة. ساعدني جبرة خريستوس عشان يعرف طريق خلاص، طريق يسوع. باسم آب وولد ومنفس قدوس، أهاد وأملاك، آمين. أبانا ذا بسمايات، يتقدس اسمك، تمساء من جسدك، ويكون فك أدك بكم بسماء. يا ابونا الموضوع مش سهل زي ما انت فاكر. مش يخاف أبا يوسف، مش تخاف. أنا معايا يسوع خريستوس، تخاف من إيه؟ يا ابونا انا واثق من ايمانك وقوة احتمالك، وواثق كمان ان ربنا هيكون معاك في حياة الوحدة. لكن يا ابونا، لكن إيه يا أبا يوسف؟ لكن إيه؟ أنت مش يخاف. أنا معايا يسوع خريستوس، وبعدين أنا عايز أقعد في مغارة لوحدي، فيها حاجة دي؟ انا فاهم قصدك كويس يا ابونا، بس مش عارف ازاي اخلي ابونا باسيليوس يوافق. ليه ابونا باسيليوس مش يوافق؟ انت قول له بس هات الموافقه بتاعه وانا اروح اقعد في مغاره لوحدي. طب انت هتروح فين يا ابونا؟ دلوقتي في ابونا مينا ساب مغاره بتاعه ونزل مع رهبان، انا اقعد في مغاره ابونا مينا كام يوم لغايه ما انا اعمل مغاره لوحدي، فيها حاجه دي؟ طب يا ابونا انا هكلم ابونا باسيليوس واحاول اخليه يوافق. طب ضجرت في روحي، اضطربت في قلبي، تذكرت الايام. منى عبد المسيح، انت ايه اللي ميعادك هنا؟ ما بشوف. تعالى. في ايه؟ انا مستنيك عشان اصلي معاك صلاه باكر. تعالى راجل مزمور، استجب لي يا رب عاجلا وفعلا يا روحي. لا تحجب وجهك عني فأشابهك في الكل. اسمع قولات الرحمن يا رب.
يا ابا يوسف عملت ايه؟ بصراحة أبونا باسيليوس رافض خالص، مش عايزك تخرج من الدير، خصوصا إن احنا في حالة حرب. باسم آب وولد ومنفس قدوس أهل وأملاك آمين. أبونا ذا السماوات يتقدس اسمك، تمساء من جستك، ولكن فكأدك بكم أبو السماء كما هو في سيدي زلال لكن أعظم باسم آب وولد ومنفس قدوس أهل وأملاك آمين. يا رب يا يسوع المسيح، احنا رهبان حبشة نحب نعيش في مغارة في صحراء. أبا باسيليوس رئيس دير براموس مش يوافق أعيش في صحراء. أعمل إيه يا رب يسوع المسيح؟ أنا كلمت أبا يوسف يكلم أبا باسيليوس، هو مش يوافق. أكلم أبا شنودة هو يقول له يتصرف معاه. ابا شنودة، ابا شنودة، في يا ابونا عبد المسيح؟ انت رايح لابا باسيليوس؟ ايوه. ابا شنودة، انا عاوز اقعد في مغارة برا الدير، وكلمت ابا يوسف عشان يكلم ابونا باسيليوس، مش موافق. انت كلمه عشان يوافق اقعد في مغارة برا الدير، وابقى اجي واروح. ربنا يعمل في الخير. شكرا ابا شنودة. صلي لي يا ابويا. يا رب وافق. اوافق ازاي؟ لا 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 لا، مش ممكن اوافق. يا ابونا باسيليوس، الرهبان اللي بيجوا من الحبشه واخدين على حياه الجبل، يعني حياه العزله والتوحد. وبعدين ابونا عبد المسيح عارف هو بيعمل ايه. اقصد يعني هو اكيد شايف هو بيعمل ايه. سيبه يا ابويا، كل واحد عارف طريقه للملكوت. يا ابونا انت عارف الحياه في الجبل شكلها ايه، ولو وحشه اجمع كده ولا كده انا ما اقدرش اتحمل مسؤوليته. لا لا لا، وانت عارف ان الجبل مليان وحوش. طب انا عندي فكره، خليه يقعد في قلايه ابونا مينا، اهي فاضيه وقدام عينينا. يا ابونا انت عارف ان ابونا عبد المسيح ده اجنبي مش مصري، والبلد في حاله حرب، دي مسؤوليه صعبه عليا. ابونا اعتبر الموضوع منتهي. على اذنك يا ابويا. يا رب وافق ابا باسيليوس، يا رب توافق. رب بره الدين اقعد في مغاره واروح واجي، فيها ايه؟ في باسيليوس. خير ابا شنودة، خير. كل حاجه بوانها يا ابويا. يعني مش موافق؟ ابن الطاعه تحل عليه البركه. برضه مش موافق. انا عارف هو خايف عليا، مش عايزني اطلع بره الدير. ابا باسيليوس، ابا باسيليوس، انت ما بتزهقش يا ابونا عبد المسيح؟ انا قلت لك لا يعني لا. ابونا شنودة، ابوك عبد المسيح ما يخرجش من الدير، انت فاهم؟ كده ابا باسيليوس. ما تزعلش يا ابونا عبد المسيح، ربنا عارف هو بيعمل ايه. وربنا عارف انا هعمل ايه. باسم اب وولد ومنفس قدوس اهد واملاك امين. خلاص يا رب يا يسوع المسيح، ابا باسيليوس مش يوافق اني اعيش في مغاره في صحراء. انا هتصرف يا ام النور. انت سامحيني، سامحيني يا ام النور، انا هتصرف. سامحيني يا ام النور.
يا ابونا عبد المسيح، يا ابونا عبد المسيح. ابونا بسليوس. خير، لقيته ابونا عبد المسيح؟ ما لقيتوش، دورت عليه في المكان بتاعه في كل مكان في الدير ما لقيتوش. هو من امتى مش موجود؟ من امبارح مش موجود. اكيد هرب وراح قلايه ابونا مينا. لما يحتاج اكل او ميه هيرجع تاني هنا، واحنا ان شاء الله نتصرف معاه. أبا مينا يا براموسي، أنا قدام مغارة بتاعك. أنا عارف إن أنت زعلان ومشيت من الدير، أنت و6 رهبان. في خلاف بسيط، أصل عدو الخير بيحارب، لكن إن شاء الله هترجع قريب وكل شيء يبقى كويس. أنت سبت مغارة بتاعك زي بعضه، لكن هترجع إن شاء الله. بس أبا مينا، أنا كنت عاوز استسمحك اقعد في مغاره بتاعك لغايه ما ترجع، عشان انا هعمل مغاره بتاعي جنب منك. انا خالفت اوامر دير براموس، خوفت اوامر ابا باسيليوس، نطيت من على السور. ابا مينا سامحني، معلش هو يسامحني. انا اقعد في مغاره بتاعك لغايه ما ترجع. ابا مينا ماشي؟ تسمح لي؟ عالم ثاني وكله حروب، واللي يحب يعيش مغلوب. عالم ثاني وكله حروب، واللي يحب يعيش مغلوب. وقلوب التايبين بتسيبه وتروح للي جعلها تتوب، تشبع بكلامه المكتوب. عايش أنا في العالم، أيوة، والعالم مش عايش فيا. قلبي تعلق بالمظلوم، وبحب العايشين في العالم، لكن بكره كل خطية. لا متعة تغريني ولا النور. عايش أنا في العالم، أيوة، والعالم مش عايش فيا. قلبي تعلق بالمصلوب، وبحب العايشين في العالم، لكن بكره كل خطية. لا متعة تغريني ولا النور. انا مش عارف اشكرك ازاي يا حضرة الضابط على اللي عملته ده. ولا شكر ولا حاجه يا ابونا، احنا بناخد بركتكم، وعامه زمانهم جايبين وجايين. انت ما تعرفش انا قلقان عليه قد ايه، ولا هو فاكر ان انا بعمل ضده. معلش اهم جابوه جايين. انتوا سيب ايه ده؟ مين قال لكم تربطوه كده؟ فك ايديه بسرعه، انتوا اتجننتوا؟ وهو ماله ولد ده؟ وده ماله كمان؟ انت قلت هاتوا جبر عبد المسيح، هو يجيبوا جبر عبد المسيح، ده يطيع اوامر. احنا اسفين يا استاذ ابونا. انا قلت لكم تعملوا فيه كده؟ سامحنا يا ابونا. كده يا ابا باسيليوس؟ كده امسكوا جبر عبد المسيح زي حرامي؟ سامحني يا ابونا، ما كانش قصدي. لذا فأنا أخلي مسؤوليتي أمام قداستكم، وأطلب حكمكم في تولي أفعال أبونا عبد المسيح،
ببركة حكمتكم صلي من أجلنا ومن أجل أبنائك. ابنك باسيليوس. سامحني يا سيدني، أنا مش فاهم سر ابتسامة قداستك. اصل ابونا باسيليوس مش فاهم ان حال ابونا عبد المسيح زي حال كل رهبان الحبشه، يحبوا يعيشوا في المغاير والكهوف ويحبوا حياه الوحده. ابعت لهم يا ابونا، قول لهم ما يضايقوش ابونا عبد المسيح ويسيبوه على راحته. حاضر يا سيدي. أشكرك يا رب يسوع المسيح، أشكرك يا أم النور. معلش أبا باسيليوس، أنا عملت خطأ لكن ربنا يسامح. إحنا أصلا متعودين نعيش في مغارة في صحراء. من هنا إن شاء الله إن شاء الله أبا باسيليوس بتبدأ حياتي مع ربنا يسوع كريستوس. أنا مشيت من حبشة، ماشي جنب نيل مصر عشان اجي هنا دير براموس، دير ام النور، عشان اقعد في مغاره في ارض مصر، اخد بركه من ارض مصر. يا رب يسوع مد ايدك نجيني، خد جبر خريستوس في حضنك، مش تسيبني لوحدي. اسم آب وولد ومنفس قدوس أهاد وأملاك، آمين. يا دكتور طمني، الحالة عاملة إيه؟ ما اكدبش عليك، الحالة ما تطمنش. يعني إيه يا دكتور مش هتقدر تمشي تاني على رجليها؟ عندها ضمور في الأعصاب، وأنت عارف السن والشيخوخة. طب قول لي يا دكتور، أنا ممكن أسفرها بره مصر وأعرضها على أي دكاترة، بس أهم حاجة تقوم على رجليها تاني، دي والدتي ماليش غيرها. اهدى بس يا شكري بيه، إن شاء الله كله هيبقى تمام. أهم حاجة إنها تمشي على الدواء اللي أنا كاتبه لها. إن شاء الله إن شاء الله يا دكتور. قول لي يا شكري، الدكتور قال لك إيه يا ابني؟ قال لي إن أنت زي الفل يا ماما، دول شوية التهابات بسيطة وإن شاء الله تتحسني وترجعي زي الأول. لا يا ابني، أنا حاسة إن المرة دي مش زي كل مرة. الظاهر إن خلاص أيامي قربت. لا يا ماما ما تقوليش كده، بعد الشر عليك. إن شاء الله بس أنت تواظبي على العلاج وإن شاء الله تتحسني وترجعي زي الأول. كان نفسي أشوفك متجوز ومتهني، وبعد كده أي حاجة تحصل مش مهم. ما تخافيش يا ماما، إن شاء الله هتشوفيني متجوز ومتهني وتشوفي عيال وعيال عيال إن شاء الله يا ماما. عارف يا ابونا عبد المسيح وحشني قوي. انا ما شفتوش غير مرتين اتنين بس من ساعه ما جيت الدير. اصل ابونا عبد المسيح عايش في المغاره بتاعته اللي في صحراء السوريان. طب هو مش هيجي تاني خالص؟ مين قال لك كده بس؟ ابونا عبد المسيح بيجي كل سبت من كل اسبوع، يملى صفيحه الميه بتاعته وياخد اكله كل اللي هو عايزه ويروح على مغارته تاني. ياه، ده راجل بركه قوي.
مين الراجل ده يا ابونا؟ ده الراهب ابونا عبد المسيح الحبشي؟ البراموس يا ابني. معلش يا ابونا سامحني. الراهب ده بقاله كتير قاعد في قلايه بره الدير. بيقولوا ان قاعد في قلايه ابونا مين؟ كان دلوقتي قاعد في قلايه تانية لوحده. الراهب ده يفكرك بايام الانبا انطونيوس والانبا بولا والناس البركه دي. لكن القعده في الصحراء خطر عليهم، وبعدين الحرب شكلها كده على الابواب. ربنا يحميه يا ابني. بس برضه تنبهوه يا ابونا. احنا اللي ننبهه، امال مين اللي ينبهه؟ سلام يا ابونا. اقعد حضرة الظابط. ايه جاي تقبض عليا تاني ولا ايه؟ لا يا ابونا، ده انا كنت جاي يعني ايه يا اخي جاي تعمل ايه؟ انت مش يفكر مش يفهم، انت نفذ اوامر وخلاص. لا يا ابونا صدقني، ده انا قلت يعني كنت متضايق جدا من اللي حصل ده، قلت اجي استسمحك واخد بركتك. خلاص يسوع خريستوس معاك، وربنا يشفي المريض اللي عندك في بيتك. مش اعمل كده تاني، وربنا يشفي المريض اللي عندك في بيتك. ايه ده؟ ماما فين؟ الست الكبيرة اللي كانت هنا فين؟ في الحمام. أنا هنا ماما. يا شكري. انت واقفة على رجليكي؟ أيوة يا حبيبي، أصل وأنا نايمة جات لي كده زي رؤية، هاتف، حلم، حد بيقول لي قومي اقفي على رجليكي. ما كنتش مصدقة نفسي، قلت لا ده أنا لازم بحلم. وبعدين حركت رجليا لقيتهم اتحركوا، رحت قايمة على طول. فكرك يا ابني مين اللي قال لي كده؟ أنا عارفه مين اللي قال لك كده، أنا عارفه. تفضل معيشني كده في نكد، الصبح نكد والظهر نكد وبالليل نكد. انا اللي معيشك في نكد؟ ايوه معيشني في نكد. ده انت تنكدي على بلد. في طفل طلع مراته، في طفل طلع مراته. احضر لك الفطار يا اخويا. مش هذا. لا مش هتاكل بس. ماليش نفس. يعني ايه مالكش نفس؟ بقول لك ايه، ما تسيبها كده على الله، وكل حاجه يا اخويا بايد ربنا. انت يعني عاوز ايه اكتر من اللي احنا فيه؟ كفاياكي. نعم. انت ايه وعاوز إيه انت كمان؟ في طفل، في ولد. انت بتدور على طفل تايه وسايب بيوت وادي النطرون كلها وجاي تدور عليه عندنا هنا؟ انت مش يسيب مراتك، في طفل، في ولد. مش يسيب مراتك، في طفل، في ولد. مراتي انت يا جدع. اهلا ابا انطونيوس. ازيك يا ابونا عبد المسيح، عامل ايه؟ بقالك مده ما جيتش دير السوريان، وانبا سوفيلوس بعت لك الميه والاكل. انبا سوفيلوس رئيس دير سوريان عظيم، انا احبه كتير. كمان رهبان دير سوريان كلهم انا احبهم. احنا كلنا بنحبك يا ابونا عبد المسيح. كمان انت ابا انطونيوس
راهب بسيط في مأكل في ملبس. ليك عندي معزة كبيرة يا ابونا، انت اللي ليك محبة كبيرة عندي. عارف أبا أنطونيوس؟ لا يا ابونا. راهب دي في دير عامل زي سمك في بحر. سمك يطلع من بحر يموت، راهب يطلع من دير يموت. طب ما اقول لك على حاجة، ما تيجي ناكل وبعد كده نقوم نشتغل شوية. لا لا أبا أنطونيوس، النهاردة عيد ملاك ميخائيل، نصلي وبعدين ناكل مش نشتغل. قوم. باسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. أبونا ذا السماوات يتقدس اسمك، تمساء من قصدك، ويكون فكادك بكم بسماء كما هو بمثل سيسين زلالة على كل هافنا يوم. بس يا سيدي وقعد يقول لي انت مش يطلق مراتك، في طفل في ولد، وسابني ومشي. لكن بصراحة كده أبو غيور يعني، وأنت كنت ناوي تطلق مراتك؟ ما هو دي اللي هيجنني واللي خلاني مش عايز اتكلم. احنا كل الحكاية اننا يوميا ندب بخناقة بسبب موضوع الخلفة دي. ما انت عارف عدم الخلفة بتخلي الواحد مش طايق نفسه. برضو أنت ما ردتش عليا وقلت لي أنت ناوي تطلق مراتك؟ بصراحة أنا عمري ما قلت لها الكلمة دي، لكن بيني وبين نفسي كده أنا ناوي. يا أبو غيور يا أبو غيور، ده أنتوا بقالكوا سنين متجوزين وما بنخلفش، وأنا عاوز عيل يملى عليا البيت، وعشان الحالة مش متيسرة أجلت الطلاق، وقلت في عقل بالي أهي قاعدة في البيت لحد ما الحال يتعدل وبعدين أطلقها وأتجوز غيرها. يلا قول لي صحيح، هو الراجل ده شكله إيه؟ هو قصير واسمراني ولابس عمة بيضة وكلامه كده زي ما يكون مش مصري. انت مش يطلق مراتك، في طفل. لا مش مصري مش مصري. طب بقول لك ايه، سيبني يومين كده وانا اتقص لك واعرف لك هو مين. ماشي يا شيخ المخبرين. ابونا جورج ابونا جورج ابونا جورج في القلايه بتاعكم امبارح بالليل. وبعدين احنا مش متعودين نشوفك كده، احنا بنشوفك كل يوم سبت بتيجي تاخد الاكل والميه. ايه اللي جابك في وسط الاسبوع؟ ابونا جورج مكسور وانتم مش تعرفوا. يا ابونا بنقول لك ابونا جورج في قلايته من امبارح بالليل. ابونا جورج مكسور كسوره وانتم مش تعرفوا. انتوا سايبينه لحد دلوقتي وانتم مش تعرفوا. ابونا جورج جيتوا كسور كسوره. ابونا جورج مكسور كسوره وانتم مش تعرفوا. ابونا جورج مكسور كسوره وانتم مش تعرفوا. ابونا عبد المسيح عاوز ايه؟ مش عارف، بس بيقول ان ابونا جورج مكسور. وابونا جورج فين؟ في قلايته من امبارح بالليل. ابونا جورج 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 ابونا جورج. اللي حاسس في نفسي يا ابونا ان ابونا جورجي يتنيح من امبارح بالليل واحنا ما نعرفش عنه اي حاجه. الله ينيح روحه يا ابي. الله يرحمه. الله، امال ابونا عبد المسيح عرف بنياحته ازاي وهو في المغاره هناك؟ يا حمل الله حامل خطية العالم اسمعنا يا رب وارحمنا امين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب وارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون يا رب وارحم. كده أبا كيرلس، كده تسيب طقس راهب متوحد تبقى بطرك؟ خايف عليك بابا كيرلس، خايف تنسى رهبنة وياخدك كرسي بابوي
مشاغل كتير كتير. خايف عليك بابا كيرلس تنسى حياة رهبنة. ما تخافش يا ابونا عبد المسيح، ما تخافش. مسؤوليات بطرك كتيرة، مسؤولية تكبر، حياة رهبنة تقل. اطمن يا ابونا عبد المسيح، اطمن. ربنا يقويك بابا كيرلس، ربنا يقويك. نهارك سعيد يا ابو غيور. اهلا اهلا. عامل ايه؟ الحمد لله. اقعد. عرفت لك مين يا ابو غيور اللي جه وخبط على بابك؟ مين؟ ده يا سيدي ابونا عبد المسيح الحبشي من الحبشه، بلد كده تبع اثيوبيا، وهو راهب هنا جنبنا في ظل البراموس. راهب؟ يعني بيشتغل ايه؟ ده راهب يا ابويا، راهب شغلته انه يصلي ويعبد ربنا كده بس. ابونا عبد المسيح ده فيه شيء لله. انت مش يسيب مراتك في طفل في ولد، مش يسيب مراتك في طفل في ولد. ابونا عبد المسيح، كنت عايز اعمل لك باب للمغاره بتاعتك دي. ليه ابا انطونيوس؟ ليه؟ بص اهو. دي باب بتاعي. يا ابونا عبد المسيح، العقارب هنا والتعابين كتيره وانا خايف عليك. ابا انطونيوس، راهب دي عامل زي اسد في بريه. اسد يخاف، يفقد ثقه في نفسه، وحوش تهاجمه. ايضا راهب يخاف، يفقد كرامه بتاعه، يفقد ثقه في نفسه، شياطين تهاجمه، تروح كرامته، يبقى مكسور كسوره. يعني يا ابونا عبد المسيح مش خايف كده دي بيهاجمك ولا حاجه؟ ابا انطونيوس، في دي بيهاجم دي. ربنا يحافظ عليك يا ابونا عبد المسيح. أنا عايزك تاخد بالك من صحتك وتهتم بأكلك. طبعا كلامي ده مش عاجبك، بس أنا خايف عليك. مش يخاف ابا يوسف، مش يخاف. في يسوع، معايا يسوع. قول لي يا ابونا، انت بقالك زمن عايش هنا، وفين وفين تيجي الدير تاخد الميه والاكل. قول لي يا ابونا، انت بتتناول امتى؟ ما بتردش ليه يا ابونا؟ نجعل متشبهين بملائكتك يا رب اهلا. انت فين يا راجل يا بركه؟ انا بدور عليك. في طفل النهارده، في ولد. تصدق مراتي بتولد جوه. يبقى في طفل في ولد. في ولد، في ولد النهارده، في ولد يا ابو، يا ابونا عبد المسيح. انت رحت فين يا راجل يا بركه؟ في ولد. شوف اباتي انطونيوس. ايوه يا ابونا عبد المسيح. احنا رهبان في حبشه، نحب نعيش في مغاره في صحراء. زمان زمان لما كنت في حبشه، يسوع خريستوس ينادي عليا. جبر خريستوس يسيب اهل واصدقاء ومال، واجي ماشي 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 ماشي، اجي دير براموس، دير ام النور. انا اقعد في دير براموس، اعرف يسوع من دير براموس. يسوع خريستوس ينادي ابا انطونيوس، يقعد في دير سوريان، يعرف يسوع من دير سوريان. طب وازاي يا ابونا عبد المسيح الراهب يكون مع المسيح؟ بص يا اباتي انطونيوس، اتفضل. دي مدينة كبيرة، ودي قصر بتاع ملك كبير في مدينة، ودي راهب صغير مواطن في مدينة. مواطن صغير في مدينة يحب الله، يطيع الملك، يحترم نفسه، يحب أخيه كما يحب نفسه. ملك في قصر
يجيبه يسكن معاه، يسكن مع المسيح. أما المواطن ده إذا عمل تمرد على مملكة بتاع مسيح، ملك بتاع قصر، يطرده بره مدينة، يروح كسور كسورة. يلا يا باتي أنطونيوس، خد اقرا لي مزامير النهارده. حاضر، اتفضلي يا باتي. شفت يا اخويا، ياما قلت لك وما سمعتش كلامي، قلت لك ان ربنا هيراضينا وكله مشيئة الله. بركاتك يا ابونا عبد المسيح، بركاتك يا راجل يا بركه. فعلا يا اخويا الراجل ده بركة قوي. انا لازم اروح ازوره واخد له معايا زياره. عندك حق. وفضلت ادور عليك لحد ما اخواتك الرهبان دلولي على مكانك. في طفل جالك ولد، مبروك. ده انت اللي راجل مبروك. شوف يا ابونا، انا بشتغل بقال وعندي دكان بقالة وربنا مبارك. اي طلبات من الدكان تحت امرك، وعندي عربية جيب تحت امرك، عربيتي انت وكل الرهبان اللي في وادي النطرون. انت تشرب ايه؟ انا شربت وكلت وشبعت من بركتك يا ابونا، واسيبك بقى عشان تشوف شغلك. بالاذن يا ابونا. شيلوا معايا، شيلوا معايا، شيلوا ابونا، شيلوا. سلامتك يا ابونا. سلامتك يا ابونا. سلامتك يا ابونا. انت هتفضل كده يا ابونا صايم طول النهار؟ اديك وقعت من طولك يا ابونا. يا ابونا بنتحايل عليك تروح لدكتور وانت اللي مش راضي. انت لازم نوديك المستشفى. ايوه يا ابونا، صحتك غاليه علينا. يسوع خريستوس هو طبيبي. يسوع خريستوس هو قوتي. يسوع خريستوس هو صحتي. انت صلي لي يا ابونا، انت كمان صلي. انت صلي لجبر خريستوس يبقى كويس. سلام يا ابني. انت منين يا ابونا؟ انا من دير البراموس يا سيدي. من دير البراموس. اخبار ابونا عبد المسيح الحبشي ايه؟ كان تعبان شويه. الحمد لله، بس قداستك عرفت منين؟ سلام يا ابني، سلام سلام. خير يا دكتور، طمني. ما خبيش عليك يا استاذ راغب، ابونا حالته الصحيه تعبانه قوي، وده عشان معدته صغرت عن حجمها الطبيعي، وده طبعا نتيجه الصيام وعدم الاكل. طب والحل ايه يا دكتور؟ الحل ان ابونا يمشي على النظام الغذائي اللي انا كاتبه له، والا حالته هتسوء. انتوا بترغوا بتقولوا ايه؟ يا ابونا الطبيب بيقول انك لازم تاكل كويس عشان تبقى كويس يا ابونا. انا ليا طبيب كبير، دي طبيب مش يفهم. انا باكل كويس وليا طبيب كبير هو الشافي. يلا دي مش يفهم. ربنا هو الشافي، طبيبي الكبير. ما تاخذنيش يا دكتور، ما تاخذنيش يا ابونا عبد المسيح، يا ابونا. سامحني بابا كورولوس. اهلا يا ابونا عبد المسيح، اتفضل. سامحني بابا كورولوس، انا عاوز استريح. اتفضل يا ابونا اقعد. لا مش تعبان يعني عايز اقعد، انا عاوز استريح في مغاره بتاعي. معك حق يا ابونا عبد المسيح، انا جربت حلاوه الوحده والرهبنه
والهدوء. معاك حق في شعورك ده. خلاص بابا كرولوس، انت اتصرف، قول لهم يريحوني. حاضر، هقول لهم في الدير يمنعوا عنك الزوار. كتر خيرك بابا كرولوس. امال القربانه دي بتاع مين؟ دي قربانتي كنت هاكلها، لكن انت النهارده ضيفي، هناكلها سوا وهتبات معايا، عشان مش معقوله هسيبك تمشي بالليل لوحدك. كتر خيرك، بس انام في مكان انا استريح فيه. حاضر. باركني بمسكان. حاضر يا ابونا، وادي المسكال. كتر خيرك بابا كارلوس. تعالى يا ابني. ابونا عبد المسيح هيبيت معانا النهارده في البطرخانه، وبقول لهم في الدير يمنعوا عنه الزوار، يمكن ربنا يرفع غضبه عن العالم بسببه. حاضر يا سيد، ده انا كل مره كنت بشوفه كان بيبعت لقداستك السلام. وانا اجي فيه ايه يا ابني؟ ابونا عبد المسيح ده من الاباء السواح. مش كان احسن يا ابونا تنزل عند البيت بدل النوم على البلاط اللي انت فيها دي؟ بص يا راجل المفتاح، راهب ينام على حرير يبقى مش راهب، يبقى بني ادم. طب ايه رايك تحب تروح اي مكان تاني قبل ما تروح الدير؟ لا، عايز اروح، وديني دير. بين ايديك بلقى شمعة في وسط الظلام، والقى فيك عمري اللي كان زمان حطام، وفي عينيك راحة ولو كنت في آلام. يا رب يسوع، يا رب انقذنا، انا مش عارف اعمل ايه. يا ترى دير السوريان من هنا ولا من هنا؟ يا رب ارشدني، انت عارف ان انا ضعيف وتعبان. ارشدنا يا رب، يمكن يكون من هنا. انت عايز يروح فين؟ بسم الله والابن والروح القدس. ابونا عم مسيح، انت جيت منين؟ انت عايز يروح فين؟ انا عايز اروح دير السوريان وتعبان ومش قادر امشي. خلاص، يبقى تنام هنا الليله وبكره الصبح يمشي من هنا تروح دير سوريان. ايوه وتسابونا، بس انت عارف هنا الصحراء خطيره وفيها عقارب وتعابين والحاجات دي. انت مش يخاف، انت نامي هنا جوه دايره دي، مش يخاف. ارشم صليب هنا، واحد صليب من هنا، واحد صليب كده. يلا نام. حاضر. نام مش يخاف. حاضر. الواحد أول مرة ينام نومة زي دي. الله يبارك لك يا أبونا عم مسيح. بس هو قال أمشي إزاي؟ كده؟ لا، أمشي كده. أيوة أنا متأكد.
خلوا بالكم، ربنا يرعاكم، ربنا يدبر كل اموركم. أبا شنودة، أبا شنودة، أبا شنودة، أبا شنودة. ابونا عبد المسيح، ايه اللي جابك من مغارتك دلوقتي؟ بابا كارولوس تعبان. بابا كارولوس تعبان؟ ما احنا عارفين انه تعبان والكنيسه كلها بتصلي له. بابا كارولوس تعبان يجيب دم من بقه. بابا كارولوس تعبان يجيب دم من بقه. بابا كارولوس تعبان يجيب دم من بقه. يا ريت يا ابونا نصلي علشان ربنا يبعت لنا راعي للكنيسة بدل المتنيح البابا كرولوس. الجنين في بطن أمه، عارف؟ لو الجنين في بطن أمه راسه لأسفل ينزل بسلام، أما لو كان الجنين وضعه معكوس هو وأمه في خطر. أنت مش فاهم. بصراحة يا ابونا أنا مش فاهم قدسك تقصد إيه بالظبط. إذا كان بطرك كويس يبقى كنيسة مستقيم. بطرك كويس جاي، بطرك كويس جاي. نحن المطارنة والأساقفة والكهنة والشمامسة وكل الشعب المحب للمسيح اتفقنا جميعا بطيب قلب فانتخبنا الأنبا شنودة بابا وبطريرك ورئيس أساقفة للكرسي الرسولي، كرسي القديس مرقس الإنجيلي. أنا هو الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب. مالك يا ابونا عبد المسيح؟ مش عوايدك؟ لا مفيش حاجة يا أبا شنودة، مفيش حاجة، تعبان بس. تعبان؟ تعبان من ايه؟ انت بتتكلمش ليه؟ انت هتقلقني عليك. في حد من اباء زعلك؟ ولا في حاجة هتحصل في الدير؟ لا أبا شنودة، لا لا مفيش حاجة، لا. أنا بس تعبان، عاوز أسافر، عاوز أسافر. سافر؟ خلاص أبا شنودة، خلاص. فيش قدر في رجلي، فيش قدر في رجلك، فيش قدر في رجلي مادت في الأرض. كله مستني سفر، كله عاوز يسافر، كله عاوز يسافر. خلاص بقى أبا شنودة، عاوز أسافر. يسوع خريستوس، احنا بنيجي العالم بلا شيء ونخرج منه بلا شيء. زمان زمان يسوع المسيح، أنا كنت راهب في حبشة، أنت ينادي علي، قلت تعالى يا جبرة، تعالى يا جبرة.
أنا جيت يا رب يسوع المسيح، جيت من حبشة أثيوبيا، ماشي جنب النيل لأرض مصر. مصر مهد رهبنة، مصر أباتي أنطونيوس، أباتي بولا، أنبا مقار. كمان مصر عائلة مقدسة يزور مصر، مصر تاخد بركة. بس عائلة مقدسة رجع أورشليم. أنا كمان يا رب يسوع المسيح عاوز أروح أورشليم. طب إزاي؟ إزاي؟ أنا جيت يا رب من حبشة أقعد في دير براموس. عائلة مقدسة يجي هربان من أورشليم يقعد شوية ويمشي يرجع أورشليم. أنا كمان عايز أروح أورشليم، عايز أروح قدس، أمشي في طريق آلام، أشوف طريقك يا يسوع المسيح. طب إزاي؟ إزاي؟ جبر خريستوس يروح أورشليم إزاي؟ قول لي يا ربي، أنت نادي عليا، نادي عليا يا رب يسوع المسيح. قول لي جبرة تعالي أورشليم. أنا هطلع من مصر أروح أورشليم. طب إزاي؟ أباتي مينا المتوحد، بابا كورولوس تنيح، أباتي أنطونيوس راهب دير سوريان، يبقى بطرك مصر بابا شنودة الثالث. بابا شنودة الثالث حب جبر خريستوس. بابا شنودة الثالث هو يسفر جبر خريستوس، يقول له روح أورشليم. جبر خريستوس يروح أورشليم. بس أنت نادي علي يا رب يسوع المسيح. يلا بابا شنودة الثالث هو يسفرني أورشليم. يلا جبر بابا شنودة الثالث، بابا شنودة الثالث قول لي سافر، أنا سافر. يلا أنا أسيب مغارة وأروح أورشليم. بابا شنودة الثالث ينادي علي، بابا شنودة الثالث هو يسافر جبر أورشليم. بس أنت نادي علي يا رب يسوع المسيح، أنت نادي علي يا رب يسوع المسيح، أنا أجي أورشليم. بابا شنودة الثالث يسفر جبر أورشليم. بابا شنودة أنا عاوز نسافر القدس. القدس؟ قدس إيه يا أبونا عبد المسيح؟ أنت لسه تعبان، لازم يشوفك الطبيب الأول. الطبيب إيه بابا شنودة؟ أنت خلاص مش بقيت بطرك، أنت باركني بمسكال أنا بقى تمام. خلاص يا أبونا عبد المسيح، أنا هباركك وتقعد معانا هنا في الأمبرويس شوية، وبعد كده نبقى نشوف موضوع القدس عشان ده محتاج ترتيبات. اتفقنا يا أبونا عبد المسيح؟ ربنا يبارك. بص يا ابونا عبد المسيح، انت صحتك اليومين دول مش عجباني، عشان كده انا استأذنت سيدنا اخدك تقعد عندي في البيت شهر ولا 2 لحد ما سيدنا يخلص لك اجراءات السفر. ايه رايك؟ بابا شنودة يوافق؟ وافق سيدنا. عموما يا ابونا عبد المسيح، انا عملت لك جواز سفر وخدت لك تأشيرة من السفارة الأثيوبية
وصالح هكون مدة 2 سنين، وهتسافر بيروت عن طريق البحر. كتر خيرك بابا شنودة. بس ابونا عبد المسيح. كتر خيرك. باركني بمسكالي. أبونا المسيح في أيامه الأخيرة فكر إنه لازم يروح القدس، يروح أورشليم يعني، واللي عايز يروح أورشليم ما سماهاش القدس. ففات عليا برضه في الوقت ده كنت أنا في البطريركية، فقعد في أوضة التليفون اللي في وش مبنى أمبرويس كده على البلاط ونام هناك، وقال لي عايز يروح القدس. قلت له طيب ياخد طيارة؟ مش ممكن يركب طيارة. يبقى تركب طيارة. قال لي أنا أروح كده. قلت له كده إيه؟ ده في حرب بيننا وبين اليهود، تمشي كده يمسكوك في السكة. أخيرا خدنا واحد من أولادنا الأحباش اللي في الكلية الإكليريكية، خدوا بالسفينة من السفن باخرة يعني، وداه للأردن ومن الأردن لإسرائيل، وبعد كده لم نسمع عنه شيئا على الإطلاق. رجل المغارة العظيم ذهب إلى أورشليم. بتدور على حاجة يا ابني؟ يا ابويا بدور على مغارة ابونا عبد المسيح الحبشي. بس ده سافر من زمان. انا عايز بس ازور المغارة، انا عارف انه مسافر. مغارة هناك. طب انا كنت كان ممكن العالم يشد سكته، لكنه كان بايع وسايب كل شيء. كان الشيطان يندهه ويسكته بالاتضاع وبساطة القلب البريء، بالاتضاع وبساطة القلب البريء. كان ممكن العالم يشده سكته، لكنه كان بايع وسايب كل شيء. كان الشيطان يندهه ويسكته بالاتضاع وبساطة القلب البريء، بالاتضاع وبساطة القلب البريء. عايشين إنما ولا ألف يوم ممكن يساوي لحظة في حضن المسيح، حضن المسيح اللي بدماء عدانا من بحر الهموم وعشان نفوق خشب الصليب نعمة زميل. لم تعرف الرهبنة القبطية طوال عصرنا الحاضر راهبا عاش في حياة الوحدة، وثبت فيها بكل ما تتطلبه من نسك وفقر وصبر وبعد عن المناصب والألقاب، مثلما عرفت الراهب عبد المسيح الأثيوبي. كان الصليب هو سلاح وقوته وسط المغاير والشقوق، عاش في حماه. كان المسيح دايما
معاه في غربته، وازاي يموت اللي إله إله حياة، وازاي يموت اللي إله إله حياة. كان الصليب هو سلاحه وقوته، وسط المغاير والشقوق عاش في حماه. كان المسيح دايما معاه في غربته، وازاي يموت اللي إله إله حياة، وازاي يموت اللي إله إله حياة. عايشين إنما ولا ألف يوم ممكن يساوي لحظة في حضن المسيح، حضن المسيح اللي بدماء عدانا من بحر الهموم، وعشان جفوه مشهد الصليب مات ذبيح مات ذبيح. ادي اللي عاش سايب حياته في ايد يسوع، وسنين كتير عاشها في تجارب مؤلمة، لكنه كان وسط الصلاة يبكي بدموع. طوبى على الأرض وطوبى فوق في السماء، طوبى على الأرض وطوبى فوق في السماء. ادي اللي عاش سايب حياته في ايد يسوع، وسنين كتير عاشها في تجارب مؤلمة، لكنه كان وسط الصلاة يبكي بدموع. طوبى على الأرض وطوبى فوق في السماء، طوبى على الأرض وطوبى فوق في السماء. عايشين إنما ولا ألف يوم ممكن يساوي لحظة في حضن المسيح، حضن المسيح اللي بدماء عدانا من